السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. فانا بغيت نشارك معاكم هاد الحريشات هادو اللي كيجيو ساهلين وكيجيو لذاذ ورطبين. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنحتاج بيضة، واحد ياغورت، كاس تاع الماء، كاس دقيق، كاس لاروب تاع زيت، كاس لاروب سنيده، جوج لي ساشي خمارات الحلوى، عندي ساشي ديال الفاني، شويه الملحه، وراس معلقه صغيره تاع خميره الخبز، وربعه الكيسان ديال السميده رقيقه. صافي كنبدا اول حاجه كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم. كندير هنا ديك ساشي ديال الفاني، كنزيد كاس ديال الدقيق، وكنزيد جوج لي ساشي ديال خمارات الحلوى، كنزيد عليهم داك الكاس لاروب تاع سنيده. والحلاوه كتبقى على حساب الذوق، يعني تقدروا تنقصوا من داك الكاس ديروا غير نص كاس ولا على حساب الذوق ديالكم. فراه بهاد الكاس لاروب كيجيو هكايا حلوين. صافي كنخلط هكا دوك النواشف مزيان مع بعضياتهم حتى ما كيبقاوليش دوك الكويرات ديال خميره الحلوى ولا الدقيق ولا شي حاجه. صافي هنا كنضيف داك البيضه، كنضيف داك الكاس لاروب ديال الزيت، وكنخلط مع بعضياتهم مزيان حتى كنبسبس داك الخليط بداك الزيت وديك البيضه، كندخلو فيهم كامل. يعني داك الخليط عندي كيولي كامل ملبس بداك الزيت ومرمل. صافي هذا هو الخليط. كنضيف عليه داك الياغورت، اما كديروا تاع الفاني ولا تاع الموز يعني اللي عندكم، وكنزيد عليهم كاس تاع الماء. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم راهم مضبوطين. كاس تاع الماء راه غير بارد يعني من الروبيني. وصافي وكنبدا هكا كنخلط، يعني ما كندلكها ما حتى شي حاجه، راه كنحاول نخلطها غير بالاصابع ديالي فقط باش هكا كتبقى مرمله من الداخل. صافي الخليط ديالنا راه كيجي خفيف كيف كتلاحظوا، يعني راه كيبقى كيتلصق هكا في اليد. صافي هنايا بعد ما خلطته كيف كتلاحظوا هكايا كيبقى الخليط ديالو. صافي هنايا كنخليها كنجمعها وكنخليها كتشرب ليا غير تقريبا واحد ل5 ديال الدقائق، غير على ما نشعل الفران ونوجد اللاطه داكشي. صافي راه دغيا كي كتشرب. هنايا غادا نسمدها في السميد الغليظ ديال الكسكسو باش كتجي هكايا مسيمده وزوينه. هنايا كناخذهم بالنسبه للاخوات اللي بغيو هكايا قياس واحد يعبروهم، يديروا فيهم 51 غرام او 52، راه كيجي الحجم ديالهم مناسب. انا هنايا كندير 51 52. صافي كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنشكل داك الخليط كله كويرات. من بعد كنبدا كنفندهم في داك السميد الغليظ هكايا وكنديرهم على شكل كويرات، نقادهم كنستفهم في اللاطه. في هذا الاثناء الفران تيكون شاعله من الفوق ومن التحت كيسخن. مني كندخلوا اللاطه للفران كنشعلوا عليها من الفوق حتى كيتفقعوا كيتشقوا، عاد كنخليوهم يتحمروا من التحت. صافي البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات اللي شاركت معاكم. كيف لاحظتوا راه ساهلين دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش منا واحد المجهود ولا الوقت. كنتمنى ان الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوهم وتستمتعوا بهم. الى فيديو قادم ان شاء الله، في امان الله.